إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الإسلام قد نظم حياة الإنسان بما يكفل له سعادة الدنيا والآخرة، بما يحفظ له دينه ويجمع له مصالحه من الأحكام التي جاءت في بيان هذه الحقيقة. ما أمر الله عز وجل به عباده من ملازمة الأخيار ومجانبة الأشرار، من مجالسة من يعينك في دينك ودنياك ويأخذ بيدك إلى الخير ويطرأك عليه ويقويك فيه. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يندم في وقت لا ينفعه ندمه، يندم على تضييع قد ضيعه ومخالفة وقع فيها، أنه صاحب من أضله عن سبيل الله تبارك وتعالى، أنه صاحب واحدا من الأشرار، وقد نهي عن مصاحبة أمثال هؤلاء.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وإن كانت هذه الآية نزلت في ابن أبي معيط أو غيره فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه روي أنها نزلت في ابن أبي معيط رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أسلم وسمع بإسلامه واحدا من صناديد قريش كان صديقا حميما له وهو أمية بن خلف، فلما سمع بذلك أنكر عليه ذلك وقال: والله لا أكلمك أبدا حتى تبزق في وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعل ذلك، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وإن كان في إسناد هذه القصة مقال. والعبرة كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: العبرة بعموم معناها وما جاءت فيه في تحريم مصاحبة الأشرار، وأن مصاحبتهم هي الداء العضال يضلك عن سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأمرك بخير، مثله كمثل الشيطان الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وجليس السوء مثلا عظيما، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك أو نافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبا، أما نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا منتنا، وفي رواية ريحا خبيثا، حتى وإن لم تتأثر به تأثرا حسيا لم تقع في مفسدة حسية، فإنك قد تتعرض لمفاسد أخرى هي أعظم وأشر من تلك المفاسد. الجليس السوء أفكاره خبيثة ولسانه بذيء، لا يفكر بما يرضي الله جل وعلا ولا يتفوه بمحابه تبارك وتعالى، فهو إما أن تسمع منه شتما أو سبابا، وإما أن تسمع منه ضلالات، وهذا أشد وأخطر. وهذا بالنسبة لأصحاب الأهواء والبدع من أصحاب العقائد الباطلة والمناهج المنحرفة، الذين نهينا عن مجالستهم ونهينا عن سماع مقالاتهم كيفما كانت وسائل مخاطبتهم. من هذا الباب أولئك الذين اتخذوا من وسائل الإعلام من الفضائيات
أو المواقع أو غيرها يبثون في الأمة سموما يفسدون لها دينها بنشر العقائد المنحرفة والأفكار الباطلة. وعامة الناس ليست لديهم حصانة، لا حصانة علمية ولا حصانة إيمانية، يغلب عليهم الجهل، فإذا وافق جهل هؤلاء ضلال أولئك وقعت الفتنة العظيمة. فلا يجوز لمسلم أن يجلس ولا أن يسمع، حتى وإن كان أولئك الذين يخاطبون الناس من خلال هذه الوسائل يظهرون أنهم يتحدثون في دين الله، أو أنهم ينشرون شيئا من الإسلام، فإن هؤلاء جميعا ينبغي أن نتعامل معهم على وفق قاعدة سلفية قاعدها أئمتنا من أمثال التابعي الجليل محمد بن سيرين والإمام مالك عليه رحمة الله وغيرهما من الأئمة الأعلام. كانوا يقولون نصحا لأمة محمد وتحذيرا من شر هؤلاء: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا ينبغي لمسلم: أنا إنما أجلس لأسمع فقط ولا آخذ عن هذا ولا عن ذاك. مجرد السماع تعريض للفتنة وتعريض للشبهة، والشبه كما كان يقول سلفنا: الشبه خطافة، رب شبهة واحدة يقذفها ضال مبتدع مضل في قلب مسلم تكون سببا لانتكاسته وضلاله. من مثل هذه الشبهات النيل من أئمة الإسلام وعلماء أهل السنة والطعن فيهم وتشويش مناهجهم وتلبيس هذا على الناس. من هذه الفتن كذلك ما يتلفظ به هؤلاء من بعض التأصيلات الباطلة التي فيها هدم للإسلام من أساسه. أقول هذا لأني سمعت من ضلالات هؤلاء الشيء الكثير. من آخر هذه الضلالات قول أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرض الحديث عن مشروعية بل عن وجوب الاحتفال ببدعة المولد يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تحتفلوا بي لعصينا أمره واحتفلنا به عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي هذا دعوة لمخالفة أمر رسول الله الذي قال رب العزة والجلال في بيان خطر مثل هذه المخالفة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يتبجح هؤلاء بأمثال هذه الضلالات، وفي هذا تهمة لخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لأن الجميع يشهد، حتى أمثال هذا الضال يشهدون أن الصحابة والتابعين وتابعيهم جميعا وأصحاب القرون المفضلة لم يعرفوا ما يسمى بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، لم يعرفوا هذا البتة، ناهيك أن يتناقشوا فيه أو أن يختلفوا فيه، حتى جاء عصر من العصور المظلمة في حكم فرقة من الفرق الضالة المنحرفة من فرق الشيعة، ألا وهي دولة الفاطميين الذين أحدثوا هذه البدعة، فاتبعهم الناس في ضلالهم وانحرافهم، إلا طائفة ممن تمسكوا بما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام فأنكروا هذا كله. الشاهد إن الجليس السوء يؤثر في قلوب العباد، وخاصة إذا كان سوءه متعلق بانحراف في عقيدته أو ضلال في منهجه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه المجالس كلها لأصحاب الانحرافات، كيفما كان انحرافهم وضلالهم في فتن الشهوات أو فتن الشبهات، فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الباب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. قال أهل العلم: في الحديث دليل على عدم جواز مجالسة من يعصي الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع المعصية، بأي نوع من أنواع المعصية، لأن في المجالسة شبه موافقة، ومن شارك في إثم أو جريمة تحمل وزرها مع من باشرها. وقد قال الله تبارك وتعالى في هذا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهنا الشاهد في قوله تبارك وتعالى: إنكم إذا مثلهم، فالمشارك
عند الله جل وعلا حكمه حكم المباشر، ولا عذر لقائل أن يقول إنما كنت جالسا أو إنما كنت أنكر هذا بقلبي. العبرة بما ظهر من حاله، وهنا المفارقة لا بد منها، واجبة على الأعيان، المفارقة بين أهل الطاعة وأهل العصيان. لا تكن معهم، تأمرهم، تناصحهم، نعم، أما أن تكون جليسا لهم فهذا محرم عليك يا عبد الله. ولهذا أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إرشادا عظيما، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين صاحبه. إن كان خيرا فهو مثله، وإن كان شريرا أخذ من شره عياذا بالله. ولهذا شرع لنا في باب المصاحبة، وهي مصاحبة خاصة، مصاحبة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، أن يكون الاختيار على هذا الأساس، على أساس الصلاح والخيرية عند الله تبارك وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال رب العزة والجلال: كل يتبرأ من صاحبه إلا من كانت مخالتهم ومصاحبتهم على تقوى من الله جل وعلا. وفي هذا جاء الفضل العظيم في مثل هذه المصاحبة في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تعارفا في الله وتحابا في الله، اجتمعا على هذه المحبة. أحبه لأنه يطيع الله جل وعلا، أحبه لأنه معه في عبادته لله عز وجل. إذا قام يصلي كان بجنبه، وإذا كان صائما كان معه، وإذا كان في مجالس ذكر كان شريكا له، وإذا كان مبتعدا عن مجالس اللهو والمعصية والفجور والمجون كان مجانبا معه كذلك. هذه الصحبة التي تنفع أصحابها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بل تنفعهم في الدنيا والآخرة، تنفعهم في الدنيا والآخرة. فلينظر أحدكم من يخالل. قال عليه الصلاة والسلام: الاختيار في هذا الباب، في باب المصاحبة في الزواج، يكون على أساس الصلاح والتقوى. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أولياء المرأة: لا عبرة بالأمور الأخرى، العبرة والأساس إنما في الصلاح، في الاستقامة على دين الله جل وعلا، والتحلي بالأخلاق الكريمة النبيلة.
بأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تك فتنة في الأرض وفساد عظيم. وهذا الذي نعيشه مع الأسف الشديد. وقال لمن أراد الزواج أو من أراد اختيار الزوجة من الرجال: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها فاظفر بذات الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين التي تحفظ لك عرضك وتحفظ لك ذريتك وتصون أمانتك. وكذلك ذو الدين والصلاح والخلق القويم، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله لما جاءه رجل يسأله قال: لقد خطب ابنتي رجلان، فلأي فلان وفلان؟ فقال: أيهما أزوجه؟ قال الحسن عليه رحمة الله: زوجها من يخشى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لا يظلمها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للأخيار، وأن يجنبنا الأشرار، وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأبناء سائر المسلمين، إنه سميع مجيب. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يرد كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.